ازاي تخلي عميلك يسوق لك من غير ما تطلب منه؟ اقوى تسويق لاي مشروع مش انك تعمل اعلان، انما اقوى تسويق هو عميل راضي. خليك عارف ان في مشاريع ما بتصرفش كتير في الاعلانات ومع ذلك شغلها مكمل، وهنا بيكون السر. خليك فاكر حاجة مهمة جدا، مشروعك مش هيكمل غير لما العميل يكون راضي تماما عن تجربته معاك، وطبعا مش علشان الخدمة وبس. طيب وده يحصل ازاي؟ أول حاجة إنك تخلي تجربة العميل سهلة من أول ما يتواصل معاك لحد ما تسلمه الخدمة. لما العميل يتكلم عنك ويتكلم عن السهولة والمرونة في التعامل معاك وإحساسه بالراحة، مش بس عشان الخدمة، لأن كتير بيقدموا نفس الخدمة غيرك. ولما العميل يكون مبسوط بالتعامل معاك تلقائي هيرشحك لأي حد محتاج الخدمة بتاعتك. تاني حاجة، قدره، اوعده بخصم أو ميزة حتى لو بسيطة لما يرجع لك تاني، أو حتى لما يرشح لك حد يكون قريب منه. خليه يحس بالاهتمام والتقدير. طبعا العميل لما يحس إنك مقدره هيتشجع إنه يرشحك من غير ما تطلب منه. في الحلقة اللي جاية هقولك إزاي تكبر مشروعك وتطوره من غير مجهود كبير. أنا أحمد طلبة، ولو حابب مشروعك يكبر بطريقة صح كمل السلسلة، لأن اللي جاي أهم. بالتوفيق.